اتشرف بحضرتك. محمد انور، مهندس بالمعاش اهلا من وسهلا. الاسماعيليه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من مهد الدعوه. اهلا وسهلا. اتفضل. قول لي حضرتك ليه موجود النهارده هنا في ميدان النهضه؟ والله هو النهارده لاظهار قوه الحركه الاسلاميه والتيار الاسلامي في مواجهه مؤامرات داخليه وخارجيه. يعني احنا لا اعتقد ان الاشكال اللي هي موجوده حاليا لها يعني تاثير ولا دور، هم عباره عن ادوات، لكن احنا بنسبب فزع للغرب، وبنسبب فزع لاسرائيل، وبنسبب فزع لاصحاب العروش المتهالكه في الخليج، وهم دول اللي بينفقوا على الثوره المضاده، وهم دول اللي بيحاولوا انهم ياثروا على قاطره العالم الاسلامي. يعني هم عايزين يفشلوا المشروع الاسلامي في مصر، لانه نجاحه يأذن بتهاوي عروشهم وبانحصار النفوذ الغربي على العالم الاسلامي وزوال اسرائيل. ده الفزع. اما البهلوانات اللي موجودين حاليا على الشاشات وفي الفضائيات دول لا قيمه لهم. يعني احنا عايزين بس نبين للعالم ايه قوه الاسلام وايه قوه الحركه الاسلاميه، وان شاء الله باذن الله تنجح وتستمر باذن الله رب العالمين. ده الهدف. يعني الهدف بقى ده هدف عام. الهدف الشخص بقى ان احنا نتمنى ان ينظر الله الينا ويوم القيامه قل غفرت لكم يا اهل هذا الموقف ان شاء الله رب العالمين. الف شكر لحضرتك. جزاك الله خيرا. وجزاك الف شكر. شكرا.